السلام عليكم، حياكم الله، ان شاء الله تكونوا بخير الف خير. الوقفه تاع اليوم شويه حزينه ولكن نهايه تاعها شابه، والقصه تاع اليوم، الموعظه تاع اليوم، والحكمه تاع اليوم كذلك شويه حزينه ولكن دائما الخاتمه تاعها خاتمه من مسك. في 2019 جاني واحد الرساله بلي ان هناك اطفال ايتام وعايشين مع الوالده تاعهم وما لقاوش واش ياكلوا. مشيت ندير اونكات، وانا في الطريق سالت واحد الانسان قال لي لا، قال لي تلك العائله يعني هاد الايتام عندهم عمهم يسكن في فرنسا وفاحش الثراء، وهنا في البلاد في الجزائر داير الخير وداير كذا، يعني هو يقوم بهم. سبحان الله، لما مشيت للبيت وتاكدت منها لقيته يعني من العائله، يعني تقريبا من العائله، يعني نعرف الام ونعرف الاب ونعرف هذا العم. والله يا العم والله ما يعرف خوه بك الحي، وخوه مات وهو مريض، وخوه مات وهو مشتاق مسكين حبه تفاحه، وخوه مات مسكين وخاصه الدواء، وخوه مات ونعقلو كنا نحوسو باش نديروا له يعني الاشعه سكانر، وما كانش عندها حتى المال. عرفت باللي عمهم كاين ولكن ما كانش، يعني اسم على ورق. مشينا الحمد لله، شفت واحد المحسن تكفل بهم من 2019 الى يومنا هذا، الله يجازيه والله يدوره والله يحفظه وربي يعطيه ما يتمنى الشر بيديه، ربي يسجل له وليدات وربي يبارك له في التجاره تاعه. دار لهم شهريه ما ساهم لا في عيد الاضحى لا في عيد الفطر لا في الدخول المدرسي، ما شاء الله تبارك الرحمن، ويزورهم تقريبا كل شهر هو والزوجه تاعه ووليداته، والوليدات بداو يكبروا الايتام وراهم الاوائل في الدراسه، ومنهم من هو راه حافظ 12 حزب من القرآن. هذه الوقفة خليني نحكي لكم على القصة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. شاب يروي القصة تاعه يقول أنا الوحيد عند الأم تاعي والأب تاعي. الأب تاعي أصيب بمرض عضال، مات وهو صغير، ومات وانا في عمري 7 سنين. مات وامه مسكينه تاكل يعني من الفضله، تاكل من خشاش الارض كما نقولوا، تروح تشوف كاش وليمه تجيب لي شويه الاكل، ولا تروح عند جواني تجيب شويه الاكل، مع انه كنا ساكنين في قريه، يعني مشي في مكان بعيد في قريه. عمي هو الغني في تلك القريه، عمي الاكبر اللي كبير على باه هو الغني في القريه، وعندي العمي الاصغر الصغير الاب تاعي يعني ياكل على قص حده. 7 سنين 8 سنين 9 سنين، وصلت حتى 15 سنه، حتى الوالده تاعي قالت لي حان الوقت تروح وتعمل وتطيح وتنوض وتعاوني في المصروف. وانا راني مرتي. يقول دخلت للسوق كنت نعمل حمال، نرفد السلع للناس وكاع، وكنت شاب ما شاء الله عندي الصحه وكاع، حتى تلقيت عمي الاكبر قال لي فلان، قلت له نعم كيف حالك؟ قلت له الحمد لله. قال واش راك دير؟ قلت له ماما راه حطتني هنا قالت لي تخدم بتجيب لنا، قلت الاكل شراب باذن الله. قال لي روح عندي نخدمك عندي شراب باذن الله. لما داني عنده مصنع وعنده مهم انا باس به، قال لي تخدم عندي بشرط ما نعطيك الشهريه، نعطيك كل يوم مصروف قد ما تاكل انت والوالده تاعك. رجعت عند الام تاعي قالت لي عمك يبغي لك الخير وراه يجرب فيك، وباينه بلي راه باغي يتقرب لك ان شاء الله باذن الله. مشيت اخدم عليا وترك عليا وكانني بغلول اكرمكم الله، يعني كاع النهار وانا نخدم مريح، لا جمعه لا سبت ما عنديش حتى عطله. ويقول سبحان الله يعطيني هذاك المصروف الصغير نديه الام تاعي. شحال من عام وكانت على هذه الحاله؟ 15 سنه 7 سنوات، حتى اللي قفلت 22 سنه وانا قاعد على هذه الحاله. يقول يوم من الايام كنت عند السلام عليكم، كنت عند العم تاعي، واذا بنت عمي دخلت، يعني شفتها على غفله، كبير عليا ب4 سنوات، وقلت للام تاعي شفت البنت عمي كبير عليا ب4 سنوات وباغي نتزوجها. قالت لي استغفر الله سبحانه وتعالى وشوف عمك، عمي متكبر. لما مشيت عندها قلت لها يا عمي نحتاجك امر راس على راس، يعني بيني وبينك. قال لي نعم. قلت له جيت راني كبرت و22 سنه و7 سنين عندك وتعرفني شكون تربيتني. قال لي قلت له جيت نقصدك باش تزوجني بنتك. فنظر عليا كيما الهاك، شاف فيا من الفوق حتى لتحت وبدا يضحك باستهزاء، يضحك عليا، هو يضحك وانا نبكي، هو يضحك وانا نبكي. خرجت خبرت الام تاعي قلت لها ما نزيدش نعود عند العم تاعي. غدوه من ذاك الام تاعي قالت لي يعني بواحد المال قليل، على بالعاميه الجزائريه 3 ملايين سنتيم جزائري، هذه شويه قديمه، كانت عندها داستها. قالت لها روح للسوق وش دير لك. قلت لما دخلت للسوق نتاع الماشيه والاغنام والابل وجدت العم تاعي الاصغر. قال لي وانت شراك دير؟ حكيت له القصه تاعي، باللي قال لي عمك دا حقي ودا حق بواك،
عمك ما يخافش الله سبحانه وتعالى، قال لي ارواح شرا لي واحد الماعز، شريتها صباح بعتها مول العصر وربحت مليون سنتيم جزائري. عمره لا عطاني عمي 7 سنين جامي عطاني مليون سنتيم جزائري. يقول غدوه من ذاك شريت زوج تاع ماعز وبعتهم، يعني غير في النهار ربحت تقريبا الاضعاف المضاعفه. وبدا المال تاعي يكبر حتى عام يوم من الايام ولا يديني معاه، مره نلقاه مره ما نلقاش، حتى دخلني نبيع الابل. هذه القصه صرات في الارض المباركه السعوديه، حتى قعدت نبيع الابل ونجيب، يعني حتى عمي قال لي يعني صايب بديت نتعلم، قال لي اليوم خلي خليك وراك تخدم وحدك عام وانا نبيع ونشري ونبيع ونشري، ودائما المال تاعي اللي ما نحطه لعمي الاصغر، ودائما عمي الاصغر ياخذ بيدي ويوريني المشيه المليحه والابل المليحه وحتى الابقار المليحه. مده سنه يوم من الايام عمي قال لهم جايني ضياف وانت ولد خويا وانا عندي غير بنت وحده ارواح يعني وجدنا شويه شاي شويه قهوه. قلت له ماشي مشكل. مشيت ودرت القهوه ودرت الشاي ما كانش الضياف. قلت له يا عماه، قال لي ريح شفت الام تاعي داخله. الام دخلت، خير ان شاء الله. قال لي سازوجك ابنتي. قال لك اغميه عليا شاب كان محتاج للزواج. ان شاء الله ربي يزوج شبابنا، والله ربي يزوج شبابنا بالزوجات الصالحات، وربي يزوج بناتنا بالازواج الصالحين. قولوا امين من هذا المنبر، ورانا قرب العصر ان شاء الله باذن الله. ودعيت لكم امام الله امام الكعبه كل امه اسلاميه ربي يفرج على شبابنا وربي يزوجهم وربي يرزقهم بالذريه الصالحه وبالخدمه الحلاليه ان شاء الله باذن الله. وقلت لها يا امه، قالت لي عمك هو راه يعرض عليك. جابوا الامام وجابوا زوج شهود وزوجوني، ودخلت على بنت عمي هذيك الليله وغدوه من ذاك ديتها معايا للدار. يقول هي صغيره عليا بعامين، اكثر جمالا ببنت عمي الاكبر، وحافظه كتاب الله وتربيه وزين واخلاق، وما سبحان الله ما يعني راها تبغيها. يقول مده 3 سنوات شريت بيت حدا بيت العم تاعي، وعاونت العم تاعي. صارت امي مع مرت عمي كي اخواتات، وما تبغي الكنه اللي هي زوجة تاعي، وزوجة تاعي دائما قريبه للام تاعها بحكم حتى عمي صغير عندها غير بنت واحده. يقول مده 10 سنوات يعني صرت تاجر وبيع الاغنام والابل والابقار وكذا. يوم من الايام ولدي الاصغر كان في عمره 5 سنوات قال لي يا ابتاه هناك رجل عند الباب. لما ذهبت عند الباب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والله العظيم قصه حقيقيه وربي شهد على ما اقول. لما فتحت الباب واذا به هو العم تاعي اللي يحقرني واللي يظلمني والاستهزاء بيا واللي يضحك عليا. قال لي احتاجك. قلت له تفضل يا عمي. قال لي دارت علي الحاله والمال تاعي كاع رواح، وبنتي ما تزوجاتش، ومرتي مرتت وما ناقش ناكل، وكانت تسلفني القليل من الماء. فنظرت اليه من الفوق الى التحت، جبت له قليل من الماء قلت له هاك وتربح. ثم انصرف. ثم ذهبت عند عمي الاصغر قلت له اش صرا لي. عمي الاصغر ناضي يصرخ قال لي ابدا ما تكونش كيفاه هو، مشي عضك الكلب وانت تعض الكلب. ما تكونش كيفاه هو اللي بغيت ربي سبحانه وتعالى يزيدك خير على خير. شوف التربيه وشوف الخير شوف الدين. ولا باغي تشكر ربي على النعم اللي عطاها لك احمده على ذلك وتقرب اليه من الطاعات. يبقى هذا عمك غدوه روح وسلم على راسه. يقول غدوه ليه مشيت وزرت غلطه وسلمت على راسه. قلت له يا عماه من اليوم فصاعدا انت راك قاعد في البيت ما تخرجش وراك مريض، وانا نجيب لك الشهريه تاعك. والحمد لله قعدت على هذيك الحاله مده سنتين. توفى العم تاعي والبنت تاعها زوجت واحد كبير ماشي كما كنت باغيتها هي، ومرت عمي توفات. واليوم ما شاء الله تبارك الرحمن راني مع عمي الاصغر، راني مع الزوجه تاعي، وراه عندي 6 عيال ما شاء الله تبارك الرحمن، والوالده تاعي مازالها بصحتها وانا حطها فوق راسي. امر الله، حق الله، وعد الله. الا كان امرك ترد عند الله سبحانه وتعالى والله تشوف العجب العجاب. الا كان الدوسي تاعك الملف تاعك تحط عند الله سبحانه وتعالى والله تشوف عجب العجاب. الا دقيت باب الله سبحانه وتعالى والله العظيم كتشوف عجب العجاب. وكيف لا وانت بمعيتي رب رحيم كريم قادر على كل شيء. رساله لكل مهموم، رساله لكل مظلوم، رساله لكل شقي شقات هذا الدين وقسمت له ظهره، رساله لكل مظلومه اللي حقروها وطلقوها وكذا ولا سحلوها، رساله لكل شاب الدوله حقه وظلموه ما لقاش الخدمه تاعه. تقرب الى الله وعد الى الله واستعن بالله
ستجد رب رحيم هو بالمعية تاعك، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. حفظكم الله ورعاكم، جزاكم الله خيرا. بارطاجي لي الفيديو لنا ولكم أجر ذلك. بارطاجي لي الفيديو، نشره الإيجابيات في زمن قد كثر فيه السلبيات، والناس بزاف لاقات رحمة الله سبحانه وتعالى، المغبونين والمظلومين والمكروبين والمهمومين وراهم مرضى واللي خاصهم الأزواج اللي ما يسمعوا مثل هذه القصص وتصلنا رسائل باش عام واحد يقول لك ودي سمعت القصة الحقيقية وعد الله سبحانه وتعالى وربي يفتح علينا بالخير، إلا يكون لنا ولكم أجر. لكن دائما أكرر، ما زال مع مبادرة الأيتام والأرامل شتاء دافئ إن شاء الله بإذن الله، وما زال مع مبادرة عمره لكل أرملة. ما تسمحوش فينا، ما تسمحوش فيهم، هما سمعوا هذا النداء، وكل واحد راه خرجت الجو السفر تاعها وراه تنتظر اتصال مع الاسماعيل به ولدكم ويبشروها، وانتم تتبشروا ان شاء الله باذن الله. ولو حاجه قليله ولا صغيره ندوا معنا غير 4 ولا 5 كقافله اوليه، ومن بعد الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويرحمكم من فضله جل وعلا. جزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من صالح دعائكم، واحبكم في الله. الحمد لله. سلام.